أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض النهارده في الترم الثاني. الترم الثاني إحنا هنتكلم عن أول درس في الجغرافيا بيتكلم عن الزراعة في العالم. طيب نبدأ كده ب أول درس اللي هو بيتكلم عن الزراعة في العالم، ونبدأ كده بسم الله. بس ما تنسوش تبقى تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، واي حاجه محتاجه تقدر تتواصل معانا في التعليقات. ونبدا كده مع مستر جبريل ونقول بسم الله. اول درس هنتكلم عنه بالنسبه للصف السادس الاعدادي، الوحده الاولى. خليكم معايا فيها الموارد اللي هي عنوان الموارد المشتركه الاقتصاديه. هنتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم، الراعي والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم، النشاط التعديني في العالم، والنشاط الصناعي في العالم. نبدا كده مع بعض. الدرس الاول عنوان النشاط الزراعي وموارده في العالم، ودي صوره للنشاط الزراعي في العالم. نكمل كده مع بعض. طبعا انت في الدرس هتلاقي الخرائط والشرح اللي احنا هنتكلم عنه. ونبدا كده باول درس اللي هو النشاط الزراعي. اول نقطه عندي بيقول لي ايه؟ ان الانسان اتجه بالفطره. طيب نقول يا مستر الانسان اتجه بالفطره نحو اشباع حاجاته الضروريه زي الاكل، مأكل والمشرب والمأوى واستقرار حياته. طيب يبقى هنا الانسان بدأ يدور على الاكل والشرب والمأوى. ليه؟ لانه هو عاوز يشبع حاجاته، ودي حاجه فطريه عند الانسان. مارس البشر العديد من الانشطه الاقتصاديه في البدائيه في الماضي، ومنها الصيد، الرعي، وتربيه الحيوان. لما زاد عدد السكان وتنوعت الانشطه بتاعتهم، ايه اللي حصل؟ لما زاد عدد السكان وتنوعت الانشطه الاقتصاديه بتاعتهم، تطورت في النهايه حتى وصل الى النشاط الصناعي المتطور الذي يتركز في معظم دول العالم المتقدمه. يبقى انا عندي نقطه مهمه جدا، يعتبر قمه الانشطه الاقتصاديه اهو يا مستر النشاط الصناعي، هو قمه الانشطه الاقتصاديه. طيب نبدا كده مع بعض نكمل. ركزوا معايا. بدايه معرفه الانسان للزراعه. ازاي الانسان عرف الزراعه؟ اول نقطه نتكلم عنها، اول حاجه عايزين نشرحها ونوضحها لبعض، ان الانسان عرف الزراعه منذ اكثر من 5000 عام. جميل. عرف مع الاستقرار في الاراضي الخصبه على ضفاف الانهار. تاني مصر الانسان بدا يعرف الزراعه امتى؟ قال من اكثر من 5000 سنه. طيب الزراعه ادت الى الاستقرار، وطبعا هتبقى تقوم الحضارات بعد ذلك. طيب الزراعه بتكون فين؟ في الاراضي الخصبه على ضفاف الانهار زي نهر النيل في مصر والسودان، ونهر دجله والفرات في العراق. طيب خلينا كده نكمل مع بعض. بعد ما عرف الزراعه ايه اللي حصل؟ نتكلم عن اهميه النشاط الزراعي في العالم. يا ترى النشاط الزراعي اهميته ايه؟ خليك معايا كده. 3 نقاط. اولا هو مصدر لغذاء الانسان. يبقى النشاط الزراعي هو مصدر لغذاء الانسان مع الاسماك والحيوانات الاخرى، ويرتبط بالنشاط الزراعي تربيه الحيوان. ايه تاني يا مصر كده؟ انا عندي مصدر مهم للماده الخام الزراعيه، ده تعتبر رقم 3. انا عندي مصدر الماده الخام الزراعيه اللي بتدخل في الصناعه زي الالياف، ودي تدخل في صناعه المنسوجات
طب ما احنا ممكن نحط سؤال هنا نقول ما العلاقة بين الألياف والمنسوجات؟ أقول الألياف تدخل في صناعة المنسوجات. خلينا كده نكمل مع بعض. طيب المطاط الطبيعي. المطاط الطبيعي يدخل في صناعة إطارات السيارات. المطاط الطبيعي يدخل في صناعة إطارات السيارات. برضه السؤال ممكن يجي لي ما العلاقة بين المطاط الطبيعي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي وصناعة إطارات السيارات؟ المطاط الطبيعي يدخل في صناعة إطارات السيارات. ماشي؟ طيب برضه نكمل. طبعا ويرتبط بزراعة تربية الحيوان. طيب عندي نقطة مهمة جدا أن النشاط الزراعي موجود في كل قارات العالم. طبعا اللي هم الست اللي عليهم حياة. لا طبعا اسيا وافريقيا واوروبا العالم القديم، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا العالم الحديث او الجديد. انواع الزراعه. انواع الزراعه عندي نوعين من الزراعه. اول زراعه اتكلم عنها الزراعه البسيطه او البدائيه. الزراعه الثانيه اتكلم عنها الزراعه المتقدمه. تبقى لو جالي تنقسم الزراعه الى اقول له نوعين فقط، اللي هي زراعه بسيطه وزراعه متقدمه. طب والزراعه المتقدمه ترجع تنقسم الى اثنين. اول زراعه اتكلم عنها الزراعه الكثيفه. ثاني الزراعه اللي بعديها اتكلم عنها اللي هي التجاريه والعلميه، وناخد كل واحده ونشرحها مع بعض فما تقلقوش. خليك معايا كده. ده شكل طبعا للزراعه الموجوده والخريطه اللي قدامنا. بص معايا، اللون الاصفر ده اللي هو جايبه هنا في الخريطه ماشي، دي زراعه بسيطه. وطبعا ما تقلقش كل حاجه ناخدها بالتفصيل. وبعديها الزراعه الكثيفه، وبعديها هنتكلم عن الزراعه التجاريه والعلميه وهنشرحها فما تقلقوش خالص بالنسبه للخرائط. اول زراعه هنتكلم عنها الزراعه البسيطه او البدائيه. اماكن انتشارها او خصائصها او مميزاتها. اول حاجه يعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيره. طيب بتكون هذه المناطق صغيره ومتباعده، يعني بعيد عن بعض. طيب توجد في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه وبعض المناطق حشائش السابع. ثانيه مصر موجوده فين؟ تبقى موجوده في المناطق الحاره عند الغابات وبعض مناطق حشائش السابع. خليك معايا نكمل مع بعض. طيب هنا كده الزراعه البسيطه اللي هو جايبها عندي على الخريطه. بص معايا، السهم ده بيشير الى المنطقه كلها شمال امريكا الشماليه، زراعه بدائيه. طيب السهم ده بيشير للمنطقه دي، زراعه بدائيه. السهم ده بيشير للمنطقه الموجوده في امريكا الجنوبيه، زراعه بدائيه ودي قريبه من الغابات الاستوائيه. السهم ده بيشير للمنطقه دي، زراعه بدائيه. ودي جزر اندونيسيا، زراعه بدائيه. دي كلها زراعه بدائيه اللي احنا اتكلمنا عنها.
خصائصها أو مميزاتها. تتميز هذه الزراعة بضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها. 2. يستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. 3. بتوفر الاحتياجات الغذائية للسكان دون وجود فائض للتصدير. تاني يا مستر، 3 حاجات. المساحة بتكون إيه؟ صغيرة ومتباعدة. 2. الأدوات فيها أدوات بدائية بسيطة. 3. الهدف منها توفر حق السكان وإن ما يكونش فيه فائض، فيه زيادة تتباع. طيب خليك معايا نكمل مع بعض. أهم المحاصيل في الزراعة البدائية أو الزراعة البسيطة. أول حاجة هنتكلم عنها الذرة. 2. الياب. 3. الموز. 4. الكسل. طبعا دي أنواع الزراعة: الذرة، ماشي، والموز والياب والكسل. دي أنواع الزراعة. طبعا في المعلومة النظرية دي هيقول لك إن الياب والكثافة هم عبارة عن درنات تشبه البطاطا بتجمعها وتكثف وتطحن وتستخدم مثل القمح في الغذاء. ماشي؟ طيب والكثافة برضه موجود في المناخ الدافئ، جذور غنية بالنشويات وذو قيمة عالية. نبدأ بقى نتكلم بعد كده عن الزراعة المتقدمة. الزراعة المتقدمة قلنا بتنقسم لإيه؟ ل2: زراعة كثيفة وزراعة علمية تجارية. طيب خلينا كده نكمل مع بعض. الزراعة الكثيفة في العالم هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حق السكان المحليين من الغذاء اللي هو الاستهلاك المحلي فقط. تبقى الزراعة الكثيفة هي بيزرع الأرض أكثر من مرة في العام، يعني ممكن يزرع مرتين أو 3 أو 4. طيب الهدف منها إشباع حق السكان المحلي. طيب اللي هو الاستهلاك المحلي فقط، يعني مش هيبيع، مش هيصدر إلى الخارج. طيب ديها أماكن انتشار الزراعة البسيطة. يا ترى بتنتشر فين الزراعة البسيطة؟ في المناطق الحارة والمعتدلة اللي هي كثيفة السكان. يعني يا مصر موجودة فين؟ في المناطق الحارة والمناطق المعتدلة اللي في كثيفة السكان، زي مصر. على بص معايا، الزراعة الكثيفة اللي احنا اتكلمنا عنها أهي. ادي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، شمال افريقيا، المكسيك، حوالين الاطار مين؟ امريكا الجنوبيه، بعض الاجزاء الجنوبيه في نيجيريا، الهند، جزء كبير من الصين، جنوب استراليا، جنوب شرق وجنوب غرب. دي كلها زراعه كثيفه. طيب خلينا نكمل كده. بعد الزراعه الكثيفه اللي عندنا خصائصها، الخصائص بتاعتها، المميزات بتاعتها. عندي تتم زراعة الأرض بأكثر من محصول خلال العام الواحد. يعني هو هنا بيزرع الأرض بأكثر من محصول في العام الواحد، لأنه بيزرع الأرض أكثر من مرة في السنة. تحتاج إيه؟ إلى أيدي عاملة وفيرة. يقول بما تفسر، اذكر السبب، لأنها تتم من خلال عمليات عديدة زي بذر الحبوب وتنقية الحشائش والري. خلينا نكمل كده مع بعض. بعد احنا بنتكلم عن خصائص الزراعه الكثيفه. طيب من ضمن الخصائص يصعب استخدام الالات والميكنه الزراعيه بها. ما ينفعش نستخدم الالات. ليه؟ بما تفسر، اذكر السبب. قال عندي لانه المساحه هناك صغيره، الزراعه كثيفه، والحقول طبعا متناسقه مع بعضها، فيصعب استخدام الميكنه الزراعيه الحديثه. طيب ما النتيجه المترتبه على صغر مساحه الحقول؟ يصعب استخدام الالات والميكنه. ليه ما يقدرش يستخدم الميكنه؟ لان المساحات
صغيرة. طيب أهم المحاصيل. أهم المحاصيل في الزراعة الكثير. أول محصول عندي القمح، ثاني محصول الأرز، ثالث محصول نقدر نتكلم عنه القطن. ثلاث محاصيل مهمة جدا في الزراعة الكثيرة، وكلها يا إما محاصيل غذائية زي القمح والأرز، يا إما محاصيل غذائية مثل القطن. طيب الزراعة التجارية والعلمية. الزراعة التجارية والعلمية من ضمن الزراعة المتقدمة، تعرف بنظام الزراعة الواسعة، وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. الهدف منها الإنتاج التجاري الضخم. أماكن الانتشار بتاعتها. أماكن الانتشار موجودة فين؟ الأمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق زراعة القمح ومناطق القطن. جنوب شرق آسيا بيزرع هناك المطاط والشاي. أوروبا بيزرع هناك القمح. ثلاث أماكن يا جماعة خلي بالنا منهم، اللي هم عندي أمريكا الشمالية اللي أنا بتكلم عنها. أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة بيزرع القمح وبيزرع القطن. هذه امريكا الشماليه دي زراعه علميه تجاريه في النص اهي. طيب جنوب شرق اسيا بيزرع المطاط والشاي. جنوب شرق اسيا ادي عندي ادي اسيا وادي جنوب شرقها المنطقه دي كده. ماشي؟ المنطقه دي كده. تمام؟ دي زراعه علميه وتجاريه، بيزرع المطاط والشاي. طيب هي عندي اوروبا بيزرع القمح اهي. ادي اوروبا وادي جنوب شرق اسيا، المنطقه دي برضه دي كلها زراعه علميه تجاريه موجوده في الثلاث اماكن دول. نبدا كده. خصائصها. الخصائص بتاعتها تبقى نتكلم عن مميزاتها. تتم في مزارع واسعه، يعني لما يزرع في اماكن واسعه تستخدم فيها احدث الالات الزراعيه والطرق العلميه الحديثه، يؤدي ذلك الى قله التكاليف وقله العماله الزراعيه. قله التكاليف وقله العماله ليه؟ لانه بيستخدم الالات الزراعيه والطرق العلميه الحديثه. طيب اهم المحاصيل نقدر نتكلم عنها. اول حاجه القمح، ثاني محصول هتكلم عنه القطن، ثالث محصول هتكلم عنه الشاي. اهم المحاصيل عندي ثلاثه، الشاي والقطن والقمح. دي اهم المحاصيل الموجوده. تمام؟ كده نكون خلصنا اهم المحاصيل في الزراعه العلميه التجاريه، وخلصنا انواع الزراعه الثلاثه. المره الجايه ان شاء الله باذن الله استنونا، وهنتكلم عن المواد الزراعيه في العالم والمحاصيل الموجوده ونقدر نشرحها. واتمنى ان الشرح يكون نال اعجابكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.